سلفتي بتقلل مني قدام ولادي وبتقول لي ايه ده، هو انتوا مش لاقيين تاكلوا؟ خلاص وصل بيكوا الحل كده. كل ده علشان دخلت عليا المطبخ بعد اذان المغرب كده ولقتني واقفه بفقش بيض في الحله وبقليه وبعد كده بحط عليه رز. فلقيتها بتقول لي ايه ده، هو انت هتاكلي ولادك رز في بيض؟ ايه العك اللي انت بتعمليه ده؟ هو خلاص وصل بيكوا الحل كده؟ هو الناس كلها مستغليه الدنيا وكل حاجه غاليه، بس ما وصلش الحال ان انت تفقشي بيض وتحطي فيه رز وتاكلي عيالك. قلت لها هو لازم يعني عشان اكل الاكله دي ان انا يكون مش لاقي اكل؟ عيب كده على فكره اللي انت بتقوليه ده. وولادي طبعا صغيرين مش فاهمين حاجه وممكن يكرروا الكلام اللي هي بتقوله ويقولوه قدام اي حد ان احنا مش لاقيين ناكل وماما بتاكلنا رز وبيض. بالعكس الاكله ديت كانت جدتي زمان بتعملها لما بيكون يعني الجو برد كده وعايزه تدفينا، تروح عامله الاكله ديت وتقول بتدفي، وفعلا هي بتدفي. ولما تكون حاجه سريعه كده. انا في اليوم دوت ولادي كانوا سقعانين جدا والجو كان ساقعه، وفي نفس الوقت كنا خلاص اتغدينا وكان فاضل شويه الرز دول. فقلت ايه طيب مفيش حاجه اسهل علشان ادفيهم ان انا افقش بيض